عالسلامة ومرحبا بكم، إن شاء الله صيامكم مقبول وعيدكم مبروك. اليوم باش نوريكم كيفاش تعملوا فاكهة العيد، طريقة سهلة مبسطة. نبداو كيلو حمص، عليهم 2 مغارف كركم، عليهم غرفة كربوناتو، مغرفة بيكن باودر، وتوي كي نزيدوا الماء حتى لين يعوم، ونحركوا ونخليوها ليلة كاملة تبات. تعدت ليلة كاملة، تنفخ الحمص، كعبة كبرت، كعبة ولد كبيرة. تو نحطوا الزيت، نعوموا برشا زيت، نحطوا برشا زيت، ونخليوه يسخن مليح مليح على نار متوسطة. بعد ما سخن مليح نصبوا الحمص ومنحركوهوش، نخليوه هكاكا حتى لين هو يفوج الفوق. وكيفاش نعرفوا اللي هو طاب؟ يفوج الفوق ونشوفوا كان حمارة الحمصة صفارت برشا وحمارت، هذاك راهو طاب. نطلعوه ونحطوه في كسكاس يستقطر، ثم نصبوه في لقشة أو سرفيتا تكون قطن باش يشربك الزيت، ونلفوا عليه مليح، نسكروه. المهم الحاجة اللي عملناها هدية باش يشرب الزيت وما يقلقش كي تاكلوه. صبينا تو الفاكهة في صحفة ونزينوها بأي اللي قدروا قدروا، اللي عنده الفواكه جافة، حمص، زبيب، أي حاجة فواكه جافة نزينوا بها، وكل قدير وقدروا. والفاكهة هشوش وبنينة، وإن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير.